أنا وانتم طيبين وبألف خير. النهاردة هعمل معاكم المكرونة النجرسكو بطريقة سهلة وبسيطة كده، جوسي وطرية ودايبة كده كلها في بعضها كده. وهعمل معاكم بشاميل سهل وبسيط لكل المبتدئين بيعرفوش يعملوا بشاميل، وعصير قمر الدين، وكفتة كده جوسي برضو وطرية وهشة من جوه. فطار كده في منتهى الجمال. اول حاجه كده ندخل على العصير بتاعنا، هنحضره الاول. معايا كده لفه من قمر الدين، ممكن المشمش، المانجا، ودلوقتي في بالجوافه كمان، اي نوع انت حباه. هو كان عندي كده متكلفت في بعض لاني حطاه في التلاجة، فبقطعه كده بالمقص بكل سهوله. زي ما انتم شايفين مجهزه ميه كده سخنه في الكاتل او ميه كده بتغلي على النار، هنزل بيها كده على القمر الدين بتاعي بعد ما اقطعه. زي ما انتم شايفين قطعت الكميه بتاعتي كلها، تقطعيه بقى كبير صغير، هو كده كده هتنزلي عليه بالميه السخنه وهيدوب كله في بعضه. وطبعا يعني عصير طعمه حلو كلنا بنحبه، ممكن نعمله في البيت عادي بطريقه اقتصاديه وسهله جدا برضو. هنزلها لكم في فيديو قريب. دوب قمر الدين كويس جدا في المية السخنة. وطبعا عايزة تحطوا السكر وتدوبوهم مع بعض تمام، بس انا بحب اضربه في الخلاط عشان لو في اي قطع صغيرة من قمر الدين بحط كمية السكر المناسبة بتاعتي، وهضربه ضربتين كده وهنزله خلاص كده في الشفشق بتاعي، وهحطه في التلاجة يسقع. بعد كده هدخل على النجرسكو بتاعي او المكرونة بتاعتي. معايا معلقة زبدة على معلقة سمنة ومعلقة زيت صغيرة كده، ومعايا نص كيلو من من صدور الفراخ، ومقطعاها قطع كبيرة، ما نقطعهاش صغيرة كده، يعني نقطعها قريبة من قطع الشاورما عشان تبقى باينة معايا كده في النجرسكو بتاعي. ومش هنزل بالكمية يعني مرة واحدة، هنزل بيها على مرتين عشان انا عايزاها تحتفظ بالعصارة بتاعتها. وما تغلطوش غلطتي وتعملوا بقى يعني في الحلة، اعملوا كده في طاسة كبيرة كده وتكون واسعة، او حلة اكبر واوسع. هنزل كده بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود، كمون، توابل فراخ، بابريكا، 7 بهارات، رشة قرفة بسيطة، والبابريكا المدخنة لو بابريكا عادية تمام، بس المدخنة بيبقى بتخلي طعم النجريسكو او تتبيلة الفراخ بتاعتي في حتة تانية خالص. وهشوحهم كويس جدا. وبعدين مجهزة معايا مقطعه بصلايه كبيره كده، جوانح كبيره كده، ومعلقه من الصويا صوص، وهتبلهم الاتنين مع بعض كده واسيبهم يستووا الاتنين في بعضهم كده. وبعد كده مجهزه ميه سخنه معايا بتغلي، حاطه فيها ورقه لوري وفص توم بتنقل طعم المكرونه في حته تانية. وهسلق المكرونه اللي هي الاسباجيتي بتاعتي، وليها نوع معين تاني، بس انا بحب استخدم المكرونه دي بتبقى حلوه جدا. وهقلبها كويس جدا بقى واسيبها تغلي طبعا، وظبط الملح بتاعي. وكده المكرونه بتاعتي استوت وهشيلها على طول. بعد كده مقطعه برضو فلفل اخضر معايا قطع كبيره، وزيتون كده، هحطهم الاتنين مع بعض. ودي خلاص كانت قربت مرحله التسويه، فيعني مش بنكمل عليها 5 دقايق. ومعلقه من دبس الرمان برضو مهم جدا في الخلطه بتاعت النجرسكو بتاعتي، تشويحه الفراخ بتاعتي. ندخل على البشاميل بتاعنا. معايا كيلو كده من الحليب البارد، هعمله بشاميل على البارد كده. ومعايا 3 معالق من الدقيق، زي ما انتم شايفين هدوبهم الاتنين مع بعض كده من غير اي نار تماما. وبعدين كده هشغل النار عليهم اول ما الدقيق يدوب كده مع اللبن بتاعي. ده للمبتدئين، للناس اللي ما بتعرفش تعمل بشاميل، بتخاف منها لا يكلكع لا يتقل لا يبوظ، لا الطريقه دي هتعملي بشاميل خطير. ومعايا كده 3 معالق سمنة بلدي حلوين. الدقيق قد كميته هي كمية المادة الدهنية اللي بنحطها. وهولع كده عليهم النار كده، واول ما يغلوا معايا يبدأوا يغلوا كده مع بعض، هنزل بمعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الملح. ولو متوفر عندك جوز الطيب تمام، ومرقة الدجاج تمام، مش متوفر خلاص كده كويس جدا. الفلفل الاسود والملح فقط عشان ما نغيرش طعم البشاميل اللي معانا. والبشاميل بتاع النجرسكو بيكون اخف من المكرونه البشاميل العاديه بتاعتنا، بيكون خفيف شويه. وكده خلاص البشاميل بتاعي يعني كده تقل معايا وبدأ يغلي زي ما انتم شايفين كده. انا هقفل عليه لان انا مش عايزاه يتقل مني. وطبعا كل ما بتسيبيه كل ما بيتقل. مجهزه البايركس بتاعي ودهناه كده معلقه سمنه، وهنزل كده بالاول بشويه بشاميل وبعدين المكرونه. وممكن نقلب البشاميل مع المكرونه مع النجريسكو كله في بعضه كده وننزل. بس انا بحبها طبقات طبقات عشان احس بكل حاجه كده لوحدها.
وبعدين هنزل بشوية بشاميل كمان كده زي ما انتم شايفين. نجرسكو يعني بيبقى غرقان بشاميل عن المكرونه البشاميل العاديه بتاعتنا، بيبقى مليان بشاميل كده. وهنزل بالخلطه النجرسكو بتاعتي او خلطه الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. انا الاول كنت بعمل نجرسكو بالفلفل الالوان وكده، مؤخرا ما عدتش بحط فلفل الوان، هو الفلفل والزيتون، ولو متوفر مشروم بحطه، مش متوفر خلاص بيبقى برضو بالفلفل الاخضر، بيبقى حلو جدا. وممكن شطه سبايسي مش اللي هو بتخلي الصينيه معاكوا حراقه قوي او كده، لا بتظبط طعم الصينيه بتاعتكم. بعد كده هنزل بالمكرونه بتاعتي، ويستحسن نعمل المكرونه واحنا بنعمل البشاميل زي ما انا عملت كده، عشان المكرونه بتاعتي ما تمسكش في بعضها، واجي اكل القطعه كده الاقي المكرونه جامده او تقيله كده في الاكل معايا. لا، احنا نعمل المكرونه في الوقت اللي بنعمل فيه البشاميل، ايد شغاله في البشاميل وايد شغاله في المكرونه. زي ما انتم شايفين بظبط المكرونه بتاعتي كده وبفككها من بعضها. وطبعا هغرق الوش اللي فوق ده بشاميل، وهغرقه جبنه لو متوفر عندك جبنه، مش متوفر تمام. هي كده كده البشاميل اللي بيدي يعني البشاميل اللي بياخد لون حلو كده معانا، بس احنا بنحط الجبنة عشان المطة واللون والطعم، وبتبقى مودية الصينية بتاعتي في يعني في حتة تانية خالص. نجرسكو بطريقة سهلة وبسيطة، تعتمديها طبعا عزومات رمضان في الأيام العادية. صينية كده في منتهى الجمال ما نقدرش نستغنى عنها. وحطيت الجبنة بتاعتي ودخلتها الفرن. وبعد كده نعمل الكفتة معاكم، عملتها معاكم كتير، فلفل اسود، كمون، ملح، رشة زنجبيل. ونظبط الكفتة بتاعتي كده واصبعها زي ما انتم شايفين طرية في ايدي. قبل ما اعملها كده دخلتها التلاجة شوية قبل ما اصبعها. وطبعا نعملها كبيرة كده لانها هي هتكش معانا، فما تبقاش صغيرة مننا قوي، ولازم يكون مادة دهنية. طبعا طلعت صينية المكرونة ودخلت الكفتة بتاعتي، المكرونة بتاعتي حاجة كده في منتهى الجمال، واخدة وش ولون كويس. لو انت عايزة تسيبها شوية قطع بقطع كده تمام، عايزة طبعا تقطعيها في وقتها يعني عادي. انا كده استنيت عليها 10 دقايق كده قبل الفطار. طلعتها قبل الفطار كده ب10 دقايق، وطلعتها زي ما انتم شايفين قعدت 10 دقايق، يعني يا دوب بتطلع قطعة بقطعتها، بس في نفس الوقت دايبة قوي. وزي ما انتم شايفين كده البشاميل مع المكرونة كده مع البشاميل الدايب كده والجبنة، حاجة في منتهى الجمال، يعني طعم ولون وريحة مفيش حلاوة بعد كده. والكفتة بتاعتي طلعت برضو بشيلها كده مقطعة شوية خضرة، وبشيلها كده على شوية الخضرة معانا، حاجة كده في منتهى الجمال. الكفتة بتاعتي طرية وهشة جدا، لو مشيتي بالطريقة على بتاعتي هتاخدي كفتة هشة وجميلة مفيش كلام بعد كده. وكده خلاص يعني كنا قربنا الفطار، يعني داخلين على الفطار. زي ما انتم شايفين الكفتة بتاعتي طرية وجوسي جدا. وده الفطار بتاعنا اللي حضرناه معاكم النهاردة، مكرونة سهلة وبسيطة. يعني ما اخترعناش فيها يعني وما عملناش فيها اللي هو حاجات مكلفة كتير، لا الحاجات اللي هي متوفرة عندك في البيت، ولو في بدايل انا قلتلك عليها. والعصير القمر الدين السهل بتاعنا، وهعمل لكم عصير قمر الدين الاقتصادي باذن الله، وهنزله لكم في فيديو قريب، حاجة كده في منتهى الجمال، مع شوية سلطة خضراء، مع طبق بطاطس محمرة، طبق شيبسي، حاجة في منتهى الجمال. ممكن نجرسكو برضو ناكل جنبه بانيه ستريبس، ممكن بطاطس وكاتشب بس كده وخلاص، حاجة في منتهى الجمال. يا رب الفيديو بتاعي يكون نال اعجابكم، ما تنسوش اشتراككم في القناة واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.